عليكم. كل اللي انا بفكر فيه دلوقتي صورة حكيم وهو في السرير وهو قاعد استنوا وهو قاعد. انا حاسه كده برضه. معرفش ايه اللي حصل امبارح. انا كنت كويسه جدا بس كنت قاعده بصور، يعني ما نزلتش من البيت خالص. كنت قاعده بصور برضو، لقيت نفسي مصدعه جدا. عندي احتقان في مناخيري، يعني عندي احتقان في جيوبي الانفيه مش طبيعي. مش عارفه لو ده جسمي بيحاول يقولي حاجه عامه، لاني معرفش، بحس ساعات ان جسمي بيبقى عايز يقولي اهدى على نفسك شويه، اهدى على نفسك، ممكن تهدى على نفسك شويه. كنت مش عايزه اصور النهارده عشان الفيديو مش هيطلع aesthetically pleasing وبنور قوي وحاطه ميك اب وكده. يعني انت بتقولي ان انت عايزه تبقي حقيقيه اكتر من كده على اليوتيوب، فهي دي الحقيقه. هي دي الحقيقه. لو في حد عنده اي حاجه بتقلل من وجع ال احتقان بتاع الجيوب الأنفية ده، لأنه أنا عندي نظرية إنه احتقان الجيوب الأنفية أبشع بكتير من احتقان الزور. بشع بشع، لأن انتوا هنا بتبقوا حاسين بوجع وحرقان طول اليوم من وانتوا بتتنفسوا يعني. فالموضوع بيبقى صعب. أقول لكم سر ويرد أوي عني. أنا بحب صوتي قوي وأنا بردانة أو وأنا يعني جيوب الأنفية تعبانة، وأي حد صوته بردان بحس إنه damn girl حاجة twisted جدا. أنا فاهمة حاجة صعبة، بس والله العظيم في حاجة في الصوت البردان بتخليني معرفش. من يومين بالظبط كانت أول مرة أتفرج على مسلسل ليالي الحلمية. اتفرجت على ال4 حلقات الأولانيين من الجزء الأولاني، وأنا عارفة إن دي حاجة غريبة إن أنا متفرجتش عليه، بس وأنا صغيرة مكنتش بتفرج على التلفزيون خالص. ماما كانت منعاني خالص من التلفزيون. عامة حابة أقول لماما إن ده مأثرش على أي حاجة، إنه برضه طلعت mentally unstable. صدقيني التلفزيون ملوش علاقة. بعدين كنت بحكي مع أحد الأصدقاء عن إنه أنا بتفرج على المسلسل ده، وإن أنا بحب أتفرج عامة على مسلسلات قديمة، فحبيت أتعمق في الموضوع. عامة ده أنا دايما بحب أمسك الحاجات كده وأخزقها وأقعد أفعص فيها زي الحباية، مع إني عمري ما فعصت حباية. عمري ما كان عندي النيد بتاعت ان انا افعص حبايه دي، يعني اكتر واحده كان بيطلع حبوب مستفزه، بس عمري ما كان عندي النيد دي. مهم عشان تشتت الانتباه عايزه اركز في موضوع واحد. بصوا انا لو انرجي، بس انا مبسوطه ان انا بكلمكم والله، فما تحسوش ايه ان انتوا جايين عليا. المهم بحب اتفرج على مسلسلات قديمه. حاولت افكر مع نفسي ليه انا بحب اتفرج على مسلسلات قديمه. كل شويه حد بيقعد يريكومند عليا مسلسلات جديده، بحس انه اوكي هحطها على الليست. عمري ما بحطها على الليست. ما عنديش ليست اصلا. انا دايما انا فضحت نفسي دلوقتي، بس انا مش مهتمه. couldn't care less. لا بجد، كل ما ابص على نفسي بحس ان انا مخنوقه قوي، اللي هو شكلك عيان. قلت احول السؤال من ليه بتفرج على مسلسلات قديمه ليه الماضي بيطمني، ليه الحاجه اللي انا عارفاها بتطمني. قعدت افصص الموضوع لاجزاء كتير. اول جزء انه المسلسل مألوف، واي حاجه مألوفه بتطمني، اللي هو الكومفورت واتشنج، او الحاجه اللي انا متعوده عليها، حاجه اللي هي مش هتخضني. يعني انا ما بحبش اتفرج على حاجه تخضني، لان اصلا جهازي العصبي لو بيتكلم ما كانش هيتكلم عامه، كان هيصوت او حاجه، يعني مستحيل يكون كان هيتكلم. هو عدى مرحله الكلام خلاص. عامه لما بتفرج على فيديو حد بيشرب حاجه بحب يقول انا بشرب ايه. انا بشرب تليو. والتليو يعني حاسه ان هو مشروب مش واخد نفس الصدى اليانسون. يعني اليانسون مينستريم مشهور جدا، بس التليو، عارفين التليو الحاجة اللي هو الهيدن جيم، حاجة تانية بقى تخص العمل الفني في ذاته مش كإحساسي فقط. أنا بشوف إن المسلسلات القديمة كان فيها إنسانية أكتر، ومساهمات ومشاركات، فيها مشاعر، وفيها فن أكتر بكتير من دلوقتي. أكيد مش بعمم برضه، عشان دايما بيطلع في الكومنتس رؤساء مجلس إدارة حاجة. أنا أو أقول لكم حاجة. أنا محتاجة هنا على اليوتيوب أهلفط بالكلام. أنا محتاجة أبدأ أهلفط بالكلام، مش قادرة أخلي بالي على كلامي. anyways المسلسلات القديمة فيها مشاعر، وفيها interactions إنسانية حقيقية أكتر من دلوقتي بكتير. إن العلاقات يعني في مسلسلات زمان كانت أوضح، اللي هو أب أم أخت أخ، ابن خالة ابن عمة، صاحبي صاحبتي زميلتي زميلي،
مراتي، خطيبتي، البنت اللي باحبها، الولد اللي باحبه، الشغالة، الجنايني، يعني كانوا أشخاص ذو مسميات واضحة أوي، لكن دلوقتي طبعًا ده محاكي جدًا للواقع بس مش مبرر بالنسبة لي. ما بقيتش قادرة أستحمل هذا الكم من التلاعب بالمشاعر في كل المسلسلات، يعني وكفاية plot twists. أولًا مش عارفة هل أنتم في غباء مجمّع في الindustry إنه عمره ما في plot twist جات في مسلسل أو في فيلم إلا وشُفتها مثلًا من الأول خالص، أو أنا ذكية جدًا مش عارفة أحدد. أنا مش عارفة، برضه ممكن عشان مش فكرة ذكاء قد ما فكرة إن أنا دايمًا باتوقع كل حاجة، باحط كل السيناريوهات، ده anxiety speaking. فما أعرفش، مش عارفة إذا كنت أنا باتوتر بزيادة فباحط كل السيناريوهات فأنا بابقى عارفة السيناريو من قبل ما يحصل، والّا في lack of creativity. حاجة كمان بقى أنا لامساها أوي بس يا رب أعرف أحطها في كلام، حياتي سريعة جدًا، متغيرة جدًا، جدًا. لمّا بتبقى الحياة ماشية بسرعة أوي وتحسّوا إن أنتم في مكان عايزين تستخبّوا فيه، يعني في عاصفة سريعة، سريعة جدًا، فبتحسّوا إن أنتم عايزين تستخبّوا. أحيانًا المسلسلات القديمة بتبقى اللي هو كإنّها باب لمكان قديم، فباستخبّى فيه أحيانًا، اللي هو زي سابع جار كده. يا جماعة أنا باعشق مسلسل سابع جار وعارفة إن كل الناس بتحبه، وما باتضايقش إنه في ناس بتحبه كتير. عامةً لمّا بالاقي يعني في مسلسل أو في فيلم ناس كتير بتحبه automatic ما باحسش إن أنا عايزة أشوفه، أو بابدأ أكرهه عشان عندي نزعة دايمًا بتخلّيني عايزة أحس إن أنا مختلفة. لكن مسلسل سابع جار ما أعرفش، المسلسل ده لمّا باتفرّج عليه باحس إن أنا يعني متغطية، باحس إن أنا متغطية ومتدفية وباشرب كوباية شاي بلبن. ليه هابقى عايزة أحس إحساس تاني؟ يعني لمّا بابقى دماغي شغالة أوي، دي الحاجات اللي أنا باحب أتفرّج عليها. أنا مش قادرة أشيل الفكرة من راسي إنه شكل كل حاجة في الفيديو مش aesthetically pleasing. آمم، برضه مش يعني ساعات برضه باخاف أقول الكلام ده عشان ما حدش يقعد يقول لي لا والله العظيم شكلِك حلو، بس بجد أنا مش قادرة أشيل الفكرة من دماغي، لإن ده دايمًا اللي بيعطّلني في كل شيء إن أنا perfectionist جدًا، بابقى عايزة كل حاجة شكلها perfect، بابقى اللي هو كل حاجة لازم تبقى مضبوطة جدًا، كل حاجة لازم تبقى حلوة جدًا. أنا بجد مش قادرة. عامةً نِفْسي أقلِّل editing، نِفْسي أقلِّل editing في فيديوز اليوتيوب، لإن اليوتيوب is supposed to be إن هو يبقى طويل. عامةً أنا على الplatforms التانية، على إنستجرام وعلى التيك توك، أنا شخص رغاي جدًا، والplatforms دي بتبقى عايزة ناس مختصرة جدًا، فأنا بافضل أقصقص، أقصقص، أقصقص still بالاقي نَفْسي رغاية. فلمّا باجي على اليوتيوب باحس إنه يا لهوي أنا رغاية جدًا، فبابقى عايزة أقصقص نَفْسي جدًا. فبرضه قولوا لي لو أنتم في حاجة معيّنة تحبوا الفيديوز تطول، تحبوا الفيديوز تقصر، قولوا لي تحبوا إيه، عشان we are in this together. بالله عليكِ لو تعرفي حاجة للجيوب الأنفية قولي لي ضروري، يعني على فكرة الفيديو ده real time، وقت ما هتشوفوه وقت ما هو متصور فعلًا. آمم وبعدين أنا منزّلاه لكم مرتين في الأسبوع، يعني بجد ما فيش. باختصار شديد مؤخرًا بقيت أتفرّج على مسلسلات وأعمل حاجات أهدى، محتاجة slow down، محتاجة أهدى. أنا محتاجة أهدّئ من روعي، أهدّئ من fucking روعي بجد، علشان أنا بقيت ما أعرفش إيه اللي حصل لي، ما أعرفش إيه اللي حصل فجأة كده. يعني هو ما فيش حاجة بتحصل فجأة عامةً، الحاجات بس بتفضل إيه، تركن، كل يوم تركن، تركن لحد ما بقاش في أي parking slot في دماغي فاضية. محتاجة بدنا نروق، بدنا نهدى شوي، على بعض نروق. ممكن تاخدوا دي sign برضه، يعني لو أنتم في حاجة مش بتعملوها perfect، لو أنتم الخطة ما مشيتش زي ما كنتم حاسبين. أنا كنت حاسبة إن أنا النهارده هاصحى أصوّر وأنا بقى حاطة makeup وعاملة بقى setup خطير وباكلمكم مش من تحت البطانية، بس مش قادرة، بس هادّي نفسي full mark علشان أنا عملت ده وأنا مش قادرة. أنا جامدة جدًا بصراحة، يعني عملت ده وأنا مش قادرة، مش بس عملته وأنا أصلًا مش قادرة، بس علشان أنا أستحق إن أنا أتعب عشاني، أنا أستحق إن أنا أتعب عشاني وأستحق إن أنا يعني أنا أستحق. كنت هانسى، شُفت كل الcomments بتاعتكم الفيديو اللي فات، بجد شكرًا، شكرًا إن أنتم بتتفرّجوا عليَّ. دايمًا عندي حاجة عايزة أقولها، ودايمًا بتدّوني مساحة إن أنا أتكلّم وإن أنتم تسمعوني وإن أنتم تردّوا عليَّ، ودي حاجة عمري ما آخُدها for granted أبدًا.
فشكرًا، شكرًا على سعة صدركم وعلى صداقتكم الحقيقية اللي أنا باحسها حتى عبر الآلاف من الشبكات. الشبكات. باحبكم أوي يا جماعة، شكرًا. هاشوفكم بقى، هاشوفكم عشان مش هاقول، من النهارده أنا حبيبة اللي مش بتقول، حبيبة اللي بتفعل. أنا قُلت أهو. يالّا، السلام عليكم.